أكد وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني أنه سيجهز أفضل فريق ممكن كي يفوز خلال المواجهة الودية أمام البيرو، كما تحدث عن غياب كل من أشرف حكيمي وعز الدين ناحي بسبب الإصابة، وشدد على ضرورة تجنب إحداث تغييرات كبيرة على تشكيلة المنتخب حيث يرى ذلك مؤثرا على الفريق. نفى وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني أن يكون ضغط الإعلام هو من أثر في قراره بالمناداة على المهاجم عبد الرزاق حمد الله، حيث أكد أنه يتوفر على 3 مهاجمين بمعايير ومميزات مختلفة، والذي يتحكم في اختياراته هو طبيعة المواجهة، مؤكدا أن حمد الله لاعب يمكن أن يقدم إضافة للمنتخب خلال المواجهات التي يكون فيها المغرب هو الطرف المسيطر والمرشح لتحقيق الفوز. هنأ الحساب الرسمي لفريق جانكا البلجيكي الدولي المغربي بلال الخنوس لحصوله على جائزة أفضل لاعب واعد في الدوري، وذلك بعد المستويات التي يقدمها رفقة فريق